القبض على أم مكة وأم سجدة. هو هنا الحقيقة خبر معروف للكل وللناس كلها، عارفين إن الناس دي اتقبض عليها بعد كتير من التنويهات وكتير من الحاجات الغريبة اللي كنا بنتفرج عليها وبنشوفها ومش فاهمين سببها. بس هو الحقيقة أنا عايزة هنا أتكلم النهاردة عن حاجتين. الحاجة الأولانية، احنا مش عارفين البوليس في الآخر هيوصل لإيه، دي حاجة، فمش عايزين نبقى بانيين أحكام مسبقة، مين فيهم بريء ومين فيهم مذنب، هو ده اللي هتبينه التحقيقات. ف هنستنى نشوف. طيب نيجي للخطر الداهم اللي موجود في شوارعنا كلها واللي مش عارفين او لسه محدش ابتدى يتكلم عليه، مش بس التيك توك، لا، احنا زي لما بنفتح كده الموبايل ونلاقي حاجات غريبة وحاجات بتحصل احنا مش فاهمينها، وناس بتتكلم بطريقة مش بتاعت مصر. دي مش مصر، دي مش مصر. مصر بلد الثقافة والحضارة والتاريخ و... يعني مصر صعب قوي ان الواحد يلخصها في جملة غير انه يقول بس اسمها مصر، بس ايجيبت في اي مكان في الدنيا. في خطر داهم كمان يا جماعة. الخطر الداهم ده انا مؤخرا كل ما انزل وسط البلد، كل ما انزل الاحياء بتاعتنا اللي هي الدقي، المهندسين، المانيال، الاقي في نوعية غريبة من الناس. انا امبارح كنت في مصر الجديدة وانا راجعة على الطريق اللي هو المفروض كوبري اكتوبر، اللي هو اشهر كوبري في مصر بحالها، كان عليه متسولين بعمر بيبدأ من 12 فما فوق، يعني في سن الشباب اللي أقصده، في سن يقدر يشتغل ويجيب فلوس، ومفيش سن على فكرة بيوقفك على ان انت تكسب، بس هما السن بتاعهم كده. النوعية دي بقت من الناس موجودة في كل مكان، ولابسين لبس غريب، لبس كما يعني انه هوملس، ومش بس هوملس، لا ده هوملس والحياة وحشة جدا، مع انه في شغل ممكن يشتغل. طيب انا بالنسبة لي لما اشوف ده اعتبره ايه؟ ده خطر داهم في الشوارع، ده خطر. زي ما انا بتكلم على الناس اللي بتطلع على السوشيال ميديا اللي ملت الحياة تناقضات ومبادئ غلط وطريقة مش حلوة وألفاظ بذيئة أبسط ما يقال عنها. وللأسف هنا أنت ما تدينش بس الناس اللي بتتفرج، أنت كمان تدين الناس اللي من عايزة أقول الناس اللي هي أسامي في المجتمع، اللي بتاخد الكلام ده وتعمل بيه فيديوز على التيك توك عشان يطلع للناس والناس تاني تسمعه. يعني انا هنا الحقيقة مش بدين بس الناس دي، انا بدين كمان الناس اللي بتاخد ده على انه هزار. ما هو الهزار ده حضرتك بتنشره، البذاءات دي حضرتك بتنشرها، لان حتى لو بدا الكلام هزار وعادي وبتاع، بس الفاظ احنا طول عمرنا في مصر متربيين ان في الفاظ ممنوع تماما انها تقال، وتقال في البيوت، ممنوع تماما انها تبقى مستباح ان احنا نتفرج على الناس دي، مستباح ان احنا ندخل بيوتهم، اوض نومهم، حياتهم، بقى مستباح. فانا لما اجي اخد الجمله اتقالت من حد من التيك توكرز اللي اتقبض عليهم واعمل عليها مليون فيديو ومن ناس المفروض انها اسامي وانا بتابعها، انا اتخض طبعا، انا اتخض. اصلها مش هزاره، ده كلام حتى مش حلو على فرض ان هو هزار. فاحنا عندنا ابعاد كتيره قوي، بس الخطر الداهم اللي جاي في الفتره اللي جايه مش هيبقى تيك توك. الخطر الداهم الفتره اللي جايه هيبقى من الناس المتسولين الواقفين في الشوارع والذين لا نعلم عنهم شيء. ومعلش احنا طول في اي بلد في العالم في ناس بتشحت، في ناس مش عارفه ايه، ليهم اماكن الناس عارفه هم فين، لكن الشكل ده، الشكل اللي انا بحكي عليه، السن الصغير اللي لابس لبس غريب، اللي واقف في اماكن اغرب منها مفيش. يعني انا لما الاقيهم كذا واحد على كوبري 6 اكتوبر وانا راجعه لفتوا انتباهي،
استوقفوني في إيه؟ إيه اللي جاي؟ ربنا يحفظ مصر وأهلها. سلام.